تخيل معايا توقيع واحد قلل سعر البنزين عندك وتوقيع تاني رفعه تاني. طب ازاي؟ سنة 2015 والعالم بيبص على ايران، البلد اللي العقوبات خنقتها لسنين، لكن فجأة حصل اتفاق تاريخي. ايران وقعت مع الدول الكبرى هنوقف طموحنا النووي مقابل رفع العقوبات، وبدأت الحياة تدب في الاقتصاد الايراني من تاني. البورصة طارت في السماء والريال الايراني قام من تحت الارض، والشركات العالمية زحفت على طهران زي توتال اللي ضخت 5 مليار في حقول الغاز. اسعار النفط العالمية هدت والناس حست بالفرق في البنزين، لكن اللعبة ما كملتش. ففي سنة 2018 امريكا انسحبت من الاتفاق ورجعت العقوبات اقوى من الاول. الريال الايراني انهار والتضخم وصل 40%. العيشة بقت صعبة والناس نزلت الشوارع غضبانة، لكن التاريخ بيعلمنا ان مفيش حاجة بتفضل على حالها. بعد تغيرات سياسية كبيرة بدأت محادثات جديدة، والنهاردة بعد سنين من القطيعة الاخبار بتقول ان في مفاوضات سرية بتحصل في عمان. خبراء الاقتصاد بيتوقعوا ان لو الاتفاق رجع ممكن نشوف انخفاض في اسعار الطاقة بنسبة 15% خلال شهور.